ساعدته. الحقيقه انا سجلت بعض الامور عشان ما انساش، لان انا كل ما افتكر الاقي عندي ذكريات جميله جدا جدا مع المغاربه. اذكر ان انا في زياره لامريكا كنت عندي بعض الاعمال والمؤتمرات بتتطلب قاعده في امريكا حوالي 7 أسابيع، شهرين الا شيء بسيط. احد الاخوه المغاربه كان عنده سلسله من الفنادق وسلسله من المطاعم، كريم بشكل عجيب جدا، استضافني في فنادقه المختلفة هذه الفترة وأبى تماما أن يأخذ شيئا. بيتكلم على 7 أسابيع إقامة في أمريكا، والفنادق بتاعته ما شاء الله فنادق على مستوى عالي جدا. فيعني انت بتتكلم على كميه ضخمه جدا جدا من النفقه والضيافه، وفي منتهى التواضع ومنتهى الحب بيقدم لك هذا الموضوع. وكذلك طبعا بقى العزومات في مطاعمه، يعني شيء الحقيقه جدا لافت للنظر. مره برضو في فرانكفورت في مسجد من المساجد القائم عليه مغاربه بشكل تقريبا حصري، حوالي 90 أو 95% من المصلين في هذا المسجد من المغاربه. استقبلوني برضو استقبال فيه حفاوة ضخمة جدا وكبيرة، وأسعدوني إسعاد عظيم جدا. وأكرمني أحد الدعاة المغاربة في ذلك المؤتمر إن هو بعد ما سمع جزء من المحاضرة بتاعتي، كانت محاضرتي عن حاجة في السيرة النبوية، قام مسك الميكروفون وشكر في المحاضرة وقال إن هذا الطرح لم يسمعه قبل ذلك، وإنه يتبرع بوقته اللي هو هيقوله وقت المحاضرة بتاعته لي عشان أستكمل ما أردت أن أوضحه في هذا الجانب من جوانب السيرة. فالكرم ليس فقط في المال، وليس فقط في الطعام، وليس فقط في الضيافة وحسن الاستقبال، لا كمان اداني كرم في الوقت بتاعه، وكرم في الدعوة، وضحى أنا كنت مذهول الحقيقة إنه أصلا كل واحد ليه وقت محدود، وهو جاي من المغرب لحد فرانكفورت عشان يقول محاضرة أو 2، فإذا به يتبرع بهذا الجزء. الحقيقة كان مثال رائع من أمثلة الكرم المغربي. وطبعا شفت الكرم بقى المغربي على أصوله بشكل أوضح وأكثر لما زرت المغرب. زرت المغرب في الرباط، زرت المغرب في مراكش، في وجدة، في تطوان، أكثر من مدينة الحقيقة وجدت فيها مثل هذا الكرم المتتالي. فأنا أشكر شعب المغرب على كرم من الشعوب اللي تستمتع حقيقة بصحبتها. اللي فاجئني جدا إن أنا لما رجعت لكتب التاريخ عشان أشوف أصل هذا الأمر، لقيته متأصل في المغرب منذ قرون. وأنقل لكم في هذه الكلمة بسرعة كلام ابن حوقل في سورة الأرض. قال: أكثر بربر المغرب الذين من سجلماسة إلى السوس وأغمات وفاس إلى نواحي تهرت، وذكر عدد كبير من المدن، يضيفون المارة ويطعمون الطعام. الناس اللي يعني أبناء السبيل، الناس اللي ما يعرفهمش، لكن دي عادتهم، يضيفون المرة ويطعمون الطعام. ثم قال ابن حوقل كلمة غريبة جدا في حق الشعب المغربي. هو ابن حوقل الحقيقة من الناس اللي فيها شيء من العنف شوية، يعني هو لما تيجي تراجع الكتاب بتاعه عنده كثرة نقد وكثرة يعني تعدي على الناس بأسلوب حقيقة قد يكون غير لطيف. فنجد ان هو هنا يذم الشعب المغربي بصفة غريبة جدا. بيقول ايه؟ بيقول: ويتخلق قوم منهم بخلق ذميم من المغاربة من بذل أنفسهم لأضيافهم على سبيل الإكرام. يعني هو مش عاجبه ان هم بيتواضعوا قوي 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 للضيف بهذه الصوره على سبيل الاكرام. وطبعا ده شيء جميل محمود لهم، وهكذا كان يفعل يعني اكرام الصحابه والتابعين والسلف الصالح. لكن هو يعني عنده شيء من التكبر شويه، فما كانش عاجبه ان عظماء القوم او اسياد الناس او اسياد القبيله انهم يتواضعوا بهذه الصوره للمره ولعامه الناس. لكن طبعا ديت يعني هو الحقيقه يمدحون من حيث ذم ابن حوقل. ابن خلدون يقول: وأما تخلقهم أهل المغرب بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة وما جبلوا عليه من الخلق الكريم، مرقات الشرف والرفعة بين الأمم، والوفاء بالقول والعهد، والصبر على المكارم، والثبات في الشدائد، والإغضاء عن العيوب، والتجافي عن الانتقام، ورحمة بالمسكين، وبر الكبير، وتوقير أهل العلم، وحمل الكل، وكسب المعدوم، وقرى الضيف، والإعانة على النوائب، وعلو الهمة، وإباية الضيم، وكلام وهلم جر. كلام كتير جدا جدا قاله ابن خلدون في وصف أهل المغرب الكرام.
واضح من الصفات لما تيجي تجمعها انه برضو في اكثر من صفه راجعه الى كرم الشعب المغربي. اخر ما اقوله في هذه الخاطره السريعه والتحيه التي اقدمها لشعب المغرب، ان هذا الاثر الذي او هذا الخلق الذي يعني ينتهبه اهل المغرب ويتخذونه كنوع من الدين والتقرب الى الله عز وجل اثر في غير المسلمين. وشفنا على سبيل المثال قصة كونت برينستروم، وهو السفير السويدي في المغرب من سنة 76 لسنة 83، 1976 ل 1983. السفير ده قعد 7 سنوات في المغرب، غيروا منهج حياته كلها، وبعد ما ساب المغرب ب3 سنين أسلم. بعد ما عاش وعاشر أهل المغرب عرف أن القواعد التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قابلة للتطبيق، وأن هذا الشعب طبقها معه فأسلم رحمه الله. وبعد ما أسلم أتقن اللغة العربية وترجم القرآن الكريم إلى اللغة السويدية، وطبع بعد ذلك هذا الكتاب. وأنا يعني أحسب إن أي إنسان سويدي هيقرأ القرآن باللغة السويدية يعود أجره إلى أهل المغرب دون أن ينقص ذلك من أجر هذا المترجم العظيم للقرآن شيئا. وإن شاء الله نبقى نفرغ حلقة نكلمكم عن هذا الرجل السفير السويدي اللي تأثر بشعب المغرب وقصته مع أهل المغرب وكيف تحول من الكاثوليكية. هو كان بروتستانت في الأول، بعد كده قلب كاثوليكية، وبعد كده تحول إلى الإسلام. فدي إن شاء الله قصته هنبقى نتكلم عنها. الحقيقة أنا أتمنى إن الشعوب الإسلامية كلها، كل مسلم في الأرض يتعلم من هذا الخلق الجميل الذي علمنا إياه شعب المغرب الأصيل. والحقيقة الخير في هذه الأمة، لأن النهارده بنتكلم على الشعب المغربي، هتلاقينا بكرة بنتكلم على الشعب السوري، الشعب اليمني، الشعب التونسي، الشعب الليبي، الشعب العراقي. كل شعوب العالم الإسلامي فيها صفات من الروعة والجمال ما يستحق منا مئات الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، ونشكر شعب المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.